عمرك بصيت على السما كده بتمعن؟ خدت بالك من النجوم اللي بتمشي في مساراتها؟ طيب عمرك سألت نفسك الكون ده كله جه ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. سورة السجدة آية 4. يعني كل حاجة حوالينا، السماء والأرض والشمس والقمر، اتخلق أمر واحد من ربنا. شوف العظمة، بنظام دقيق جدا جدا جدا، لا بيميل ولا بيختل. بص على كل حاجة حواليك كده. مثلا انت قدام شجرة، الشجرة دي طلعت من تراب، كانت بذرة طلعت من التراب وكبرت بقت كائن حي، حاجة مصمتة بقت كائن حي. شايف الشمس اللي بتنور كل يوم من غير ما نقرب لها ولا نعمل لها اي حاجة؟ ده مش صدفة، ده نظام رباني بديع. قال تعالى: إني في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب. آل عمران آية 190. وسط كل ده الإنسان مختلف عن بقية المخلوقات، لأن الله كرمه بالعقل. العقل ده ربنا كرمنا بيه، الله خلقه من طين. قال الله تعالى سورة الإسراء آية 70: ولقد كرمنا بني آدم. كرمناه بالفكر، بالعقل، بالقدرة على التعلم والمعرفة والبحث. عشان كده الإنسان مش مجرد كائن عايش بس وكده، لأ، ده ليه هدف، ليه هدف ورسالة. دلوقتي بعد ما اتكلمنا عن عظمة الكون وخلق الإنسان والتأمل في الكون، نقدر نقول لكم إن احنا كده خلصنا وبس كده.